والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا أحلى متابعين وأحلى مشاهدين؟ النهاردة كده هنعمل روتين عند الطيور برضو، وهنعمل صينية فراخ بالبطاطس ورز معمر في الفرن البلدي، فرن الفلاحة يعني. بتمنى اللي أول مرة يشوف قناتي يشترك في القناة وفعل الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصل لكم. زي ما شفتوا كده في اول الفيديو انا حطيت للطيور الاكل برضو، بسيت لهم كده، حطيت لهم ميه وخضره. وبعد كده دي المكان ده انا بحجز كده حجيزه. عندي الوزه مطلعه. بصراحه يعني هتطلع النهارده. قلت الصبح كده رحت بصيت عليه، لقيتها لسه يعني ايه تحت عيالها لسه ما عرجوش كده. قلت لأ هنسيبها آخر النهار برضو هنعملها معاكم ونطلعها في المكان اللي أنا محجزاه لها ده. مكان البط اللي أنا كنت محجزاه الأول وهو صغير، البط اللي شفتوه ده بعد ما كبر يعني بط صغير بنحجز له حجازة صغيرة كده. هنطلعها بعد هي كانت نايمة على البيض وطلع يعني راقدة على البيض. بعد ما طلعته
لازم الوز تعينيه من تحت أمه أو البط يكون عرجان كده ومنعنش يعني وحلو عشان ما يموتش مني. قلت لأ هنسيبها آخر النهار وهنطلعها برضو معاكم، وحطيت هنا للفراخ مش هنضف لهم ولا أي حاجة، أنا بس حطيت لهم مية وأكل، العلف والمية قدامهم. وهنعمل برضو صينية رز معمر كده وصينية فراخ بالبطاطس. الفيديو يعني اليوم كان طويل وكله شغل بصراحة، يعني من أول النهار لآخر النهار. هنا كده ده عندي بطاطس أنا مجهزاها، وبرضو بصل 3 بصلات كبار كده لأن كمية الفراخ برضو مش شوية. وحسب ما انت حابة تحط البصل والبطاطس، هي صينية فراخ في الأول وفي الآخر يعني مش محتاجة. هنقطع البصل والطماطم والبطاطس طرنشات كده. شايفين هنا كده هنحط الطماطم والبصل يعني ايه اعجنيهم كده في بعض، فركيهم في بعض كده. والبهارات برضو فلفل اسود، ملح، كزبرة ناشفة، بهارات فراخ. اي بهارات حابة تحطها، بابريكا، كركم، اللي انت حابة تحطيه كله، البهارات اللي بتدي طعم للفراخ دي حطيه. انا كده شايفين بدعك البصل كده بالطماطم حلو، وبرضه هحط 3 4 قرون فلفلة، لو حابة تحطي برضه فلفلة حامية قرن فلفل حامي كده حطي برضه بيديها طعم. انا كنت بصراحة حاطة يعني قرن واحد صغير. هنا كده بعد ما حطيت البصل والطماطم والبهارات تبلتهم في بعض، ونزلت برضو بالبطاطس كل كده خلطة في بعضها. على فكرة ريحة الخلطة تحفة. هنزل كده بالنص الكمية تحت الفراخ وهنحط نصها فوقها، هرصها برضو هنا كده في الصينية كل الفراخ، وبرضو هنزل بالكمية التانية. الأفضل يعني إن يكون شوية بصل كده والبطاطس ترفعها فوق، بحيث ايه ما تنهرش منك على ما الفراخ تطيب، لأن الفراخ دي صراحة يعني غايبة في تربية البيت يعني. بنغيبها برضو شوية كده يعني ايه بتاكل دشيشة وكده عشان لحمها يحلو. قلت يعني ايه بتبقى جامدة شوية عن الفراخ اللي انت بتشتريها من بره، بتبقى طرية يعني ومش غايبة لما ما بغيبوهاش يعني، لكن بتاعت البيت بتبقى نظيفة وطعمها حلو. وكل ما تغيب الفراخ كل ما يكون طعمها أحلى برضو. شايفين هنا كده شكلها تحفة أصلا قبل ما تطيب خالص. ودي هنا كده برضو هنزج صينية رز دي كبيرة. شايفين انا لازم ايه تغسلي الرز كده تدعكيه كده تحت المية عشان لو اللون النشا وكده يطلع منه. انتوا عارفين الشتا بوكل يعني لازم تطلعي النشا كله من الرز كده عشان ما يزودناش يعني بالمعنى الأصح. بعد ما نغسلها كويس هنحط لها الملح والحليب بتاعها او اللبن. وبعد كده هنروح نحطهم في الفرن البلدي الفلاحي. النهاردة كده بصراحة يعني الجو كان هوا، بس أنا حبيت إيه نصور معاكم الفيديو كله كده. هنولعه الأول. بصراحة هو فرن يعني إيه مش جو مش على قد الحال يعني كده مش حلو. بص لازم نحط تحته كده الطوب ده كده عشان نعدل الصواني، لأنه بصراحة عالي وواطي كده، لازم تعدلي الصينية بتاعتك عشان ما تكبش منك في الفرن. شايفين زي أنا ما بعمل كده. وبعد ما اعدلها هنعدلهم حلو برضو عشان ما تكبش مننا، وهنولع الفرن. شايفين منظر البرتقال كده بصراحة الفرن بتاعنا ده عند الأرض كده حوالينه شجر البرتقال وكده، تقعدي القعدة بتاعته بصراحة ما تشبعيش منها، بس هو عيبه ان هو فرن كحيان كده، يعني ايه شوية هيوجع صراحة يعني مايل. ان شاء الله هنعمله وهنعمله فيه على طول، وهنوريكم المناظر الطبيعية الحلوة دي كده. بصراحة يعني أنا بحبها برضو، بحب المناظر الطبيعية كده، بحس براحة نفسية لما نقعد عندها. شايفين بعد ما ولعت الفرن هنغطي برضو الصينيتين كده هنغطيهم لما يجربوا، لما الفرن يرد والدخانة دي تروح هنعريهم تاني. شايفين هنحط كل الكمية اللي هي الفراخ والرز هيحتاجها، يعني عشان ما نتنش نولع على طول هحط شوية قوالح تحت وكده. هفضل اولع لحد القوالح كده ما ترد وتولع. وبعد كده هنعري الصواني ونوريها لكم نحمر وشها برضو، ونحط للرز السمنة بتاعته. يعني خليكم معايا في الفيديو حلو ان شاء الله يعجبكم.
بتمنى يا رب اللي أول مرة يشوف القناة يشترك فيها إن شاء الله، وإن شاء الله يا رب دايما كده مع بعض منوريني ومشرفيني. تكبر بوجودكم إن شاء الله. أحلى متابعين وأحلى مشاهدين، ما تنسوش حبايبي اللايك فضلا منكم وليس أمرا. لو عجبكم الفيديو. هنا كده بعد الفراخ والرز مطاب، ولحت له من فوق عشان نحمر وشه برضو. شايفين يعني دايرت الصواني كده عشان صراحة ما كنتش عارفة نحمرهم مكانهم. دايرتهم جبتهم يمة النار كده وهنحمر وشهم، وبعد كده هم صراحة طابوا يعني خالص. بس لازم نحمر وشهم برضو. هنقلب الفراخ على الناحية التانية برضو ونحمر وشها كده. الصينية تكون ناشفة كده عشان تكون طعمها حلو. وهنطلعه برضو نحط له السمنة بتاعته. الرز يعني هنرفعه ونحط له السمنة. أول الرز ما يغلي في الفرن، بالذات الفرن البلدي ده كده، يغلي مش انك تولعي له على الفاضي والمليان، لا. يعني أول ما يبتدي يغلي كده نهدي النار تحته خالص. ما نولعش تاني، نسيبه يغلي كده ويطيب براحته يعني. عشان ما لو ولحت له ياما هينحرج من تحت برضو، قعره هينحرج ومش هيطيب معاكي حلو. شايفين هنا كده انا هرفع الصينية كلها، برفع الرز كده واحط له السمنة وهنغطيه برضو وندخله الفرن. بس هنغطيه بالغطا يعني، وهنحمر الفراخ. لان الفراخ انا قلبتها على الناحية التانية يعني. الناحية التانية كانت بيضة، قلبتها هنحمرها برضو، هنحمرها وشها. وبرضو مش هنشفها يعني، هي ناشفة وحلوة وخالص. بس ايه، تسيبي في البطاطس كده صوص خفيف كده بيدي طعم للبطاطس برضو. هنحمرها. اهم حاجة تحمري الفراخ تديها من الناحيتين كده اللون حلو. والبطاطس برضو فيها اللي بيحمروا فيه لأ، بس ايه، بنحب ان هي تكون فيها صوص كده. بعد ما نحمرها هوريها لكم. وبرضو هوريكم يعني ايه وانا بطلع الوزة هي وعيالها من مكانها. هنطلعها في الحاجز اللي انا محجزه لها فوق. ده كان ايه قبل المغرب يعني كده، وبصراحة اليوم كان طويل يعني ومليان كده. بس يعني نهار الشتاء مفهوش في لحظة كده بتلاقي اليوم عدى بسرعة معاك. شايفين انا بلفها من كل اتجاه كده عشان تاخد الفراخ بحالها، تاخد لون. بصراحة يعني قعدة الفرن دي تحفة. تقعدي كده بتتدفي في الشتاء. لكن في الصيف الفرن في البلدي ده في الصيف في الشتاء بدفيكي. بس في الصيف صراحة يعني بولع فيكي حاجة ما تنطقش، ما تطيقوهوش في الصيف خالص. لكن في الشتاء تقعدي كده جنبه او قدامه. بصراحة عسل. بس اهم حاجة لما تقومي من قدامه ما تقوميش مرة واحدة كده في الهوا، عشان ايه ممكن تاخدي لطشة برد. لكن طول ما انت قاعدة قدامه كده بصراحة يعني دفى كده وحلو. والبرتقال حواليك كده والشجر حاجة يعني ايه. صراحة انا بحب الجو ده قوي، بحبه يعني. جو هادي كده وخضرة وراحة نفسية، يعني حاجة زي العسل.
وصينية الفراخ برضو والرز ايه حاجة تحفة كده في الشتاء تدفيكي. اتمنى تجربوها. شايفين الجو زي العسل كده، هو في نسمة هوا يعني، بس بصراحة يعني عسل دافي كده. الهوا بصراحة يعني ما طول النهار هوا جامد. شايفين هنا كده الرز والفراخ طابوا خلاص اهو. آه اللهم صل على سيدنا محمد. شايفين لون الفراخ تحفة، كلها كده كانت زي العسل. لا بقى ما تنسوش اللايك يا حلوين. ده هنا كنا خلاص يعني شايفين الهوا النخل هيوجع كده من كتر الهوا. كنا خلاص المغرب. رحت بقى قلت ايه لا مش هينفع، لازم ايه اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، عسل وزي وهو طري كده. شكله تحفة. شايفين سبحان الله، اللهم صل على النبي، حاجة كده زي العسل. هنطلعه بقى وبرضه هناخد له صبار، يعني زارعين عندنا صبار، لازم تحطي البط بتاعك او الوز او فراخ، تحطي لها صبار في المية. حلو بصراحة يعني. لما تحطي الصبار وتعصي بالجوم كده، بوج الوز هنعصه برضه. هنعصه بالصبار ده كده، بيخلي الوز معاكي حلو، او البط اي حاجة مطلعة عندك على العموم يعني. هناخدها برضو نحطها كده. شايفين هنحطها وهنعوص برضو زي ما انا هعمل كده. لازم تعصيه كده عشان ايه ياكل بسرعة معاكي. انا صراحة ما كنتش عارفة احطهم عمالة اشجلطهم كده، لان الوزة خايفة منها بصراحة، كانت عايزة تعضني. كل ما نيجي نجرب من يمتها كده. شايفين خايفة على ولادي. كنت بحدفهم لها كده لاني كنت خايفة منها، لان كانت عضاني اصلا برضو والله في صبعي قبل كده وانا ببص عليه. شايفين يعني حاجة فظيعة. بتبقى هتاكلك كده وانت رايحة عليه. حطت لهم برضو مية، وحطت لهم صبار في المية. وحطت لهم العليقة، لازم نحط لهم عليقة ناعمة برضو. وهنا كده البط هنبيته برضو زي العادة كل يوم، يعني هنبيته من غير أكل. وخلاص كان اليوم خلص، وبتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولايك واشتراك يا أحلى متابعين وأحلى مشاهدين. يا رب يكون خفيف، كان خفيف على قلبكم كده. شايفين الهوا الجو كده صراحة عسل. ولا الشجرة دي تحفة كده، تقعدي جنب بط كده والشجرة. تقعدي بس كده تتأملي في الجو وفي المنظر. يلا اشوفكم في فيديو جديد. وبتمنى يا رب دايما كده مع بعض منوريني ومشرفيني في قناتي يا أحلى متابعين وأحلى مشاهدين. وبوجودكم إن شاء الله هتكبر وهتكبر دايما يا رب مع بعض.